أنا الملك المتوج ذو العطايا، جلبت الخيل من أوطان سامي، لأغزو أعبدا جهلوا مكاني سلالة يافث، وقبيل حامي بني قحطان فانتجعوا وسيروا، وحجوا البيت في البلد الحرام بإذن الله حجوا، فهو بيت توارثه الهمام عن الهمام. إلى أن قال: ويخلف بعدهم منا ملوك يدينون العباد بغير ذام، وتنتشر الأساود بعد هذا عقاب الله في القوم الإثام، ويملك بعدهم منا ملوك ضعيف أمرهم ثقل المرام، ويملك بعدهم رجل عظيم نبي لا يرخص في الحرام. اليوم قصتنا تتطرق إلى رجل معروف، عمرو بن عامر ماء السماء. عمرو هذا ابن عامر ماء السماء كان يسمى ميزيقيا أو موزيقيا بضم الميم. عمرو بن عامر هذا هو جد قبيلة الأزد، وهذا الرجل كانت له قصة جميلة جدا في التاريخ، خلونا نستمع إليها مع بعض. عمرو بن عامر موزيقيا هذا سمي بهذا الاسم قيل لكثرة ما عنده من الخير، ومن كثرة ما كان عنده من المال. كان إذا لبس الثوب يلبسه يوم واحد فقط، ثم يمزق الثوب فلا يلبس مرة أخرى. الله فتح عليه من الأنعام الكثيرة. طبعا هذا الكلام كله كان قبل أن يسيل سيل العلم وينهدم سد مأرب. كانوا هؤلاء القبائل يسكنون في المناطق التي تحيط بسد مأرب في سبأ، والتي نعرف كلنا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنها: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كان أحدهم يحمل على ظهره السلة ويمشي بين الأشجار، فيتساقط في السلة هذه من الأشجار الثمر، يجمع الثمر الذي فقط تساقط بدون أن يجتهد ويعني يقطفه في هذه السلة، هذا دون اللي طايح في الأرض، دون اللي معلق في الشجر، فيرجع وقد يعني أخذ ما يريده من الفواكه والثمار. فأنعم الله سبحانه وتعالى عليهم نعما كثيرة. ومن يعني زود البطرة قاموا يدعون على أنفسهم، ودبت بينهم الحسد والخلافات. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كان عمرو بن عامر سيد قومه متزوجا بامرأة اسمها طريفة الحجورية، وكانت زوجته هذه لها يعني شيء من علم العرافة والكهانة، وتعمل في هذه الأمور في ذلك الزمان. ونامت في يوم من الأيام فرأت رؤيا أفزعتها، وقامت وأخبرت زوجها عمرو بما رأته في منامها. رأت أن هذا السد العظيم، سد مأرب، الذي كان الناس يستفيدون منه ويستخدمون مياهه للسقيا، وكان هذا السد يكفيهم على مدار السنة. فرأت في المنام، طبعا هنا اختلفت الروايات، قيل أنها المحصلة النهائية وبشكل مختصر أن الجرث
أو الفأر الكبير بدأ يحفر في هذا السد ويسقط الحجارة الكبيرة منه، وتتساقط هذه الحجارة ويصير بدالها ثقوب وفتحات في السد فيسيل السد. فلما رأت هذه الرؤيا أخبرت بها زوجها، وزوجها أخذ الكلام على أساس أنها مجرد رؤيا قد تكون صادقة وقد لا تكون صادقة وتمر مثل ما مر غيرها، إلى أن مشت الأيام والسنين. ثم يوم من الأيام وعمر يمر بالسد، إذا به يرى ذلك الفأر الذي بدأ يأكل يعني من أطراف هذا السد ويحفر فيه الحفر ويسقط الصخور الكبيرة الضخمة منه. فلما رأى هذا المنظر عرف أن الموعد اقترب، وعرف أن هذه الرؤيا تحققت. قالت له: يا عمرو، عجل الأسفار، دارا بدار وجارا من جار، عندما ينزل الأقدار ويستأثر الليل والنهار. قال: ومتى ذلك؟ قالت: ل7 سنين ينزل الأمر بيقين بتفريق اليدين ويكثر الري. ثم أن عمرو خشي أن يكلم قومه لعلهم يرفضون ويتشتت الأمر، وهو شيخ في قومه، فما أراد أن يخسر مكانته، فأراد أن يخرج بسلام هو وأهله الأقربين وأبناؤه بدون أن يتعرض بقية قومه يعني إلى الخلاف والنزاع بينهم البين. فاتفق مع ابنه على أن يجمع الناس إلى وليمة عظيمة أقامها وجمع عليها جميع أبناء قبيلته وقومه، وطلب من ابنه ذلك اليوم في وسط المعمعة والناس جالسين عنده في بيته يأكلون من الطعام ويعني يتبادلون أطراف الحديث. قال لولده: يا ابني، أنا راح أطلب منك شيء، فإذا طلبته منك فلا ترد علي، وإن أصررت عليك ألطمني بثوبك. يعني الولد اعترض في بادئ الأمر، لكن لما أبوه فهم الهدف والغاية توافق الاثنين على هذا الرأي. الشاهد حصل الذي اتفقوا عليه، وعزم الناس إلى تلك الوليمة. ولما اجتمع عنده قومه طلب من ابنه أن يفعل بعض الأمر أو ينظم بعض الأمور، فرد الولد على أبيه ثم رفع يده ولطم أبوه بطرف ثوبه. فأقسم الأب ألا يجلس في بلد يلطم فيه والذي يلطمه هو ابنه. الشاهد لما حصل هذا الموقف خرج عمرو بن عامر ماء السماء مع زوجته وأبنائه من سبأ مهاجرا إلى أرض أخرى بعيدة عن السد الذي سيفيض عما قريب. طيب يا إخواني، من هم أبناء عمرو بن عامر ماء السماء؟ طبعا خرج عمرو بن عامر ماء السماء هو وجميع أبنائه وزوجاته، ولم يبقى من زوجاته وأبنائه أحد في سبأ. فكان من أبنائه ثعلبة الذي يسمى ثعلبة العنقاء، وهذا جد الأوس والخزرج، وحارث بن ثعلبة ابنه يعني حفيد عمرو. وهؤلاء انتقلوا إلى يثرب. توزعت قبيلة عمرو بن عامر، وهي القبيلة المعروفة بقبيلة الأزد، وأكيد أنكم سمعتوا عنها. توزعت على أطراف الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق. تقول لهم: من كان ذا هم بعيد وحمل جليد وبأس شديد فليقصد عمان المشيد. فسار إليه بنو نضر ابن الأزد. هؤلاء الآن القبائل، وسبحان الله يعني فعلا في الواقع المعاصر أغلب قبائل الأزد المنتشرة في أطراف عمان هي قبائل ترجع إلى نضر ابن الأزد، فهم أزد عمان، ومعروف يعني نسلهم من نسلهم المهلب ابن أبي صفرة. يسترسل صاحب التاريخ في ذكر القصة يقول: فنزلوا عمان والبحرين وعلوا ما على هنالك، فهي مساكنهم إلى اليوم.
ثم قالت: ومن كان منكم ذا جرأة وعزيمة وفتك وشهامة وصبر على أزمات الدهر فليقصد واد من مر. فنزلت هناك خزاعة، يعني تقصد مكة، فهي مساكنهم في الجاهلية والإسلام. ثم قالت: ومن كان يريد الراسخات في الوحل المطعمات أو المطعمات في المحل فليقصد يثرب. الراسخات في الوحل المطعمات في المحل تقصد بها أشجار النخل، فليقصد يثرب ذات النخل. وطبعا اليوم كلنا يعرف أن الأوس والخزرج مساكنهم في الجاهلية وفي الإسلام هي يثرب، وقبائل الأوس والخزرج هم من قبائل الأزد. فلما عزموا على الخروج إلى يثرب قالت لهم: يا أهل الوجوه المضيئة والأنفس الأبية والمناقب السنية، انزلوا يثرب القصية قبل نزول المنية وطول القضية، لتعلموا بعد الجهلة وتبصروا صاحب الرسالة، أو لتتعلموا بعد الجهالة وتبصروا صاحب الرسالة. ثم قالت: ومن كان يريد الثياب الرقاق والخيل العتاق والكنوز والأرزاق فليقصد مناهج العراق. فصار إليها مالك بن فهم الأزدي في قبائل من قومه فغلبوا عليها، وصار لهم فيها ملكا، وصاروا ملوكا عليها، وهم معروفون بملوك الحيرة قبل ملوك لخم. ثم قالت: ومن كان يريد الخمر والخمير والديباج والحرير والملك والمسامير فليلحق ببصرى وحفير ولباب دمشق الشام ليملكها أعواما بعد أعوام، ويريها الفتوة الكرام، أو يريها الفتوة الكرام. فسار إليها جفنة ابن عمرو ابن عامر وولد ولده، وكان أكثرهم ولدا، ويروى أنه كان له 100 امرأة منكوحة، ما شاء الله عليه شات حيله. وسار معه عدة من قبائل غسان، فقبائل الغساسنة الذين ملكوا الشام وكانوا يعني يناصرون الروم، أو هم عملاء الروم على الشام، أو ولاة الروم على الشام، قبائل الغساسنة وهم من قبائل الأزد. فهذه القصة باختصار. فالآن ذكرنا لمحة تاريخية سريعة عن فيضان أو سيل العرم، فيضان سد مأرب، وكيف انقسمت قبائل الأزد على أطراف الجزيرة العربية. الله يوفقنا وإياكم لكل خير، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا المقطع.